السلام عليكم. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا في الفيديو. اعذروني انا طالعه كده وانا لسه صاحيه من النوم، بس كنت حابه اتكلم معاكم في موضوع. عايزه اوجه كلامي لاشباه الرجال. اشباه الرجال اللي هم الرجال اللي شايفين نفسهم، اللي بيستغلوا الستات الارامل او المطلقات، بيستغلوا احتياجهم للسند، بيستغلوا احتياجهم لحد يقف جنبهم، بيستغلوا احتياجهم للكلمة الحلوة، بيستغلوا احتياجهم للطبطبة. الواحد منهم أول ما يشوف واحدة متضايقة أو بتقول كلمة تفرج عن اللي جواها بيها، يستغل الموقف ويستغل احتياجها للكلمة الطيبة ويدخل بقى يستعبط، عشان فاكر ان الست الأرملة أو المطلقة زي ما كل المجتمع فاكر انها ست سهلة. انا عايزة افكر حضرتك بحاجة، عايزة افكرك يا أستاذ يا راجل إن الست اللي عندك في البيت، بعد الشر عليك طبعا، ممكن في يوم من الأيام تبقى زي الست دي. الأعمار بيد الله، بس ده وارد إنه يحصل، ووارد إن برضو في الوقت ده حد هيعمل لها زي ما حضرتك بتعمل للست اللي انت شايف إن هي محتاجة، تستغل احتياجها للسند والكلمة الطيبة. حرام عليكم بجد. الستات دي صدقوني اللي فيها مكفيها. الستات دي شايلة حمل كبير قوي، شايلة حمل انت نفسك ما تقدرش تشيله، شايلة حمل فوق طاقة البشر. انت نفسك كراجل في ايامنا دي مش قادر تشيل حمل بيتك، لكن هي ست وراجل شايلة مسؤوليتها، مسؤولية ولادها، مسؤولية بيتها لوحدها. وحضرتك رايح تستغل ضعفها بكلمتين عشان خاطر في دماغك انك تقضي وقت معاها. ارجوكم انتوا ما تعرفوش انتوا بتعملوا ايه للستات دي لما بتستغلوا ضعفهم. صدقوني فيهم اللي مكفيهم، صدقوني هما مش ستات وحشة، صدقوني هما مش محتاجين اكتر من سند وظهر وكلمة طيبة، لكن بما يرضي الله. لو تقدر تتقي ربنا فيها وتقدر تتحمل المسؤولية اتكلم، ما تقدرش سيبها في حالها، سيبها في حالها، كفاية اللي هي فيه. وعايزة كمان أوجه كلامي للستات اللي كل واحدة معاها جوزها وربنا يخليهولها. عايزة أفهمك إن الست المطلقة أو الأرملة مش خرابة بيوت ومش خطافة رجالة. عايزة أفهمك إن أنت في يوم من الأيام ممكن تبقي زيها، بعد الشر طبعا عن زوجك، بس هي الدنيا كده ودي سنة الحياة. الست الأرملة أو المطلقة مش محتاجة من الدنيا غير السند، غير حد تتسند عليه ويكون ظهرها، حد تلجأ له وقت ما تحتاج حاجة. مع انهم صدقوني والله بيشيلوا هموم واحمال كبيرة قوي، بس بيجي عليهم وقت بيبقوا محتاجين كلمة طيبة. وربنا ليه شرع للراجل انه يتجوز اكتر من واحدة او يتجوز 4؟ لسبب من الاسباب، ان في ارامل ومطلقات. وما تقوليليش اصلي تشوف حد ارمل زيها او تشوف حد مطلق، يمكن يا ستي ما قابلتش حد ارمل او مطلق، يمكن اللي قابلته هو المتزوج او اللي ارتحت له هو المتزوج. ايه ذنبها؟ ايه ذنبها ان ربنا اختار ان هي تكون في الحالة دي، ان ربنا اختار ان هي تكون لوحدها؟ ايه ذنبها ان هي محتاجة لسند، محتاجة لكلمة طيبة؟ صدقوني صدقوني الستات الارامل والمطلقات مش ستات وحشين،
بالعكس، بالعكس جدا، ويمكن احسن من ستات كتير قوي. بتبقى الست متجوزه ومع جوزها وعلى علاقه براجل تاني. ارجوكم سيبوهم في حالهم، كفايه الزمن عليهم. السلام عليكم.